مرحبا شباب متابعين محمية الباجي، ومثل ما وعدناكم كل ما هو جديد من محميتنا. وهذا طبعا الجولدن فينش. للمعلومة أنا ما مربي هذا الطير، هاي أول سنة أدخله المحمية، بس أعرف عنه تفاصيل هواي، طريقة تزاوجه، إنتاجه، شو وقت يبيض، يمتى يزوج، وكل هاي المعلومات أعرفها. تابعوا ويانا وراح انزل لكم حلقات اول باول من مرحلة التزاوج الى الانتاج ان شاء الله. منزل انا طريقة التزاوج مالته، شلون الذكر يصيح للانثى، شلون يسوي حركات على مود يغري الانثى بعملية التزاوج. فيديوهات شورت قصيرة منزلها، تابعوا ويانا وراح تشوفون كل ما هو جديد من محميتنا. لا تنسون الاشتراك واللايك والتعليقات. تحياتي لكم. مقاطع جديدة تنتظركم بالايام الجاية. وهذا الطير عندي معلومات كاملة عنه، طير كلش حلو ومرتب، الوانه مثل ما تشوفوها قدامكم، الوانه كلش مميزه وناصعه، يعني الوانه ما تشوفونها موجوده باي طير ثاني. هاي الانثى. طبعا دائما بالطيور الذكر يصير احلى من الانثى. الالوان الانثى دائما تكون فاتحه، والذكر تكون الوانه غامقه ومميزه. لا تنسونا المتابعه واللايك والاشتراك. الشغلة الثانية، هذا الطير موطنه استرالي، تابع لفصيلة الفنجز اللي هو الفينش، الزيبرا فينش، بأكثر من 20 نوع، هذا واحد من عندهن. هذا الطير موطنه استرالي، ياكل يتغذى على الحبوب الناعمة اللي هي الكتان والدخن يعني هاي البذور الناعمة كلش تصير. فترة وضع البيض مالته يعني ورا مرحلة التزاوج ب10 أيام أو أسبوع، نفس طريقة التزاوج باقي الطيور، تقريبا أشبه بالكناري. اللي مربي كناري يعرف طريقة التزاوج مالتهن نفس الطريقة. البيت مالتهن بيت البناجز نفسه، أو بيت الجاوة، أو باقي أنواع الفنشات. طريقة تزاوجه سهلة. منزل لكم، وانا قلت لكم فيديوهات شورت شلون يتزاوج، وراح تتابعون ويانا وتشوفون ان شاء الله كل ما هو جديد بالنسبة للجولدن فينش. تحياتي لكم، ولا تنسونا من الاشتراك.